هنعمل مع بعض البانيه المشوي على الجريل. تتبيلة بسيطة قوي تنفع كمان الفراخ المشوية والشيش طاووق. ولو في اي حاجة في المكونات مش موجودة عندك هقولك على البديل. وهنعرف سر ازاي تطلع معاكي لونها ابيض زي الشمعة من جوه، وفي نفس الوقت محتفظة بالسوائل بتاعتها وجوسي وطرية جدا، يعني لا ناشفة ولا اي حاجة خالص. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول، ويلا بينا بسرعة نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. هنحتاج اول حاجة نص كيلو فراخ بانيه، شرايح تكون سميكة شوية، يعني انا جبتها وما دقتهاش. ولو عندك صدور فراخ كاملة مخلية قسميها 2 أو 3 على حسب سمكها. غسلت البانيه كويس قوي بالملح والليمون وصفيته، وبعد كده سبته على جنب. نيجي بقى نجهز التتبيلة. جبت بصلاية كبيرة وعليهم 3 فصوص توم، ضربتهم كويس في الكبة وصفيتهم واخدت المية بتاعتهم بس. نزلت بمية البصل والثوم في بولة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده نزلت عليهم بعصير ليمونة ومعلقتين كبار خل. ولو عندك حاجة واحدة منهم ليمون او خل خلاص استكفي بيهم. معلقة كبيرة زبادي او رايب، ده بيخلي الفراخ لونها ابيض وبتستوي اسرع، بالاخص لو مش هتسيبيها في التتبيله كتير. انا ما كانش عندي زبادي فحطيت رايب. انتي لو ما عندكيش رايب ولا زبادي خلاص مش مشكله، استغني عن الخطوه دي. ومعلقه صلصه ومعلقتين كبار زيت. التوابل بقى اللي هستخدمها الأساسية ملح وفلفل أسود وبابريكا مدخنة، ده الأساسي. بعد كده أنا زودت معلقة صغيرة من معالق توابل بهار فراخ، رشة روزماري لو بتحبيه تمام، مش بتحبيه ممكن تستبدليه بزعتر. لو مش بتحبي لا روزماري ولا زعتر استغني عنهم خالص. حطيت رشة خفيفة قوي من جوز الطيب. زي ما قلت لك مش بتحبي بهار الفراخ ممكن تحطي كاري. جوز الطيب ممكن تستغني عنها، ولو في اي بهارات تانية بتحبي طعمها في الاكل ممكن تزوديها. وممكن تزودي توم باودر وبصل باودر برضو، بس انا استكفيت بالبصل والثوم اللي انا حطهم الفريش. واخر حاجة زودتها رشة خفيفة قوي من السكر، بتدي طعم حلو قوي للفراخ وبتديها لون جميل قوي، اللون اللي هو الذهبي المظبوط. او ممكن تستبدليها بمعلقة صغيرة قوي من العسل الابيض. يعني المعلقه الصغيره اللي انا بتكلم عليها دي معلقه من بتوع التوابل، معلقه صغيره جدا، لان انا مش عامله كميه كبيره، انا عامله نص كيلو فراخ بس. ما تخافوش خالص، هي مش هتدي تسكيره للفراخ ولا اي حاجه، مش هتطلعها طعمها مسكر، بس هتظبط طعمها قوي. هقلب التتبيله مع بعض كويس قوي وظبطت ملحها. انا عايزه ملحها يكون يعني مظبوط بل عالي سنه صغيره. نزلت بالفراخ بالشكل ده بالتتبيله وقلبتها كويس قوي. الخطوه دي طبعا لازم ايدي، ينفع استخدم مسك ولا اي حاجه، عشان اضمن ان الفراخ اتغلفت كويس قوي من كل ناحيه. هو المفروض كنتيجه احلى ان انا بيتها من قبلها بيوم في التلاجة، وتاني يوم الصبح اسويها، او على الاقل خالص ساعتين 3. انا ما كانش عندي وقت، انا سويتها في ساعتها على طول وطلعت طعمها يجنن. رفعت جريل على النار، ما عندكيش جريل استخدمي طاسه عادي جدا. دلوقتي ظبطت معاكم التتبيله. تاني خطوه عشان اكمل ان الفراخ تطلع ميه مظبوطه هي خطوه السوا. النار عندي تكون متوسطه، انا ما بوطيش النار خالص، لان انا لو وطيت النار الفراخ بتنزل كل السوائل اللي فيها وبتبقى ناشفه كده ومتفله وملهاش اي طعم. اول حاجه النار تكون متوسطه. تاني حاجه انا بسويها في زبده، حطيت مكعبين زبده في الطاسه او الجريل. تالت حاجة 3 4 فصوص توم كده سلام بحطهم، يدوب بقشرهم بس. ولو عندك روزماري سليم حطيه عودين، ما عندكيش حطي رشة روزماري زي ما انا حطيت. اول ما الزبدة تسيح انزل بالفراخ. التتبيلة اللي كانت متبقية من الفراخ نزلت فيها بخضار كنت مقطعاه مكعبات، فلفل الوان وبصل. الوقت بس لحد ما الفراخ تستوي، مقلبهاش غير لما تبدأ يعني تتشمع، تاخد لون خفيف من ناحية بقلبها على الناحية التانية على طول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبأكد تاني النار تكون متوسطة، انا مش عايزة النار تكون هادية. ومتقلقوش خالص الفراخ هتبقى مستوية، لان الفراخ عندي سمكها مش عالي قوي. بفضل اقلب فيها، انا ما بسيبش الفراخ وبمشي، انا بفضل واقفة جنبها بقلب فيها لحد ما تستوي. هي مدة سواها كله ما بتكملش 10 دقايق. انا في الوقت ده كنت مولعه فحمه جنبي على البوتاجاز. انا هنا بختبر الفراخ بشوفها استوت ولا لا. طبعا في اجزاء في الفراخ اللي هي بتبقى الجزء اللي بيبقى تحت في الصدر، اللي هي القطعه اللي بيسموها الموزه او القطعه الناعمه دي، بتستوي اسرع. بتستوي اول حاجه، وكمان منها في نص النار. حله وحطيت فيها بوله، البوله دي هطلع فيها الفحمه، وبدات اطلع. شايفين الفراخ عامله ازاي؟ وبقيت اطلع الفراخ اللي استوت الاول. شايفين طراوه الفراخ عامله ازاي؟
طلعت قطع الفراخ اللي استوت، والباقي اللي على الاطراف بدخله جوه لحد ما يستوي وياخد لون الذهبي المظبوط. بغطي الحله عشان الفراخ ما تنشفش لحد ما اطلع كل الكميه. لو وصلتي معايا لهنا ما تنسيش تعملي اشتراك للقناه اول مره بتشوفيني على اليوتيوب، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. كده حلو قوي، كده الفراخ كلها استوت زي ما انتم شايفين. هخرجها بقى على طول. وفي الوقت ده برضو كانت الفحمه جاهزه. طلع بحط على الاجناب، حتى لو احطها على بعض عادي مفيش مشكله خالص قوي كده. انا هنا بوريكم برضو طراوه الفراخ عامله ازاي. مكان الفراخ نزلت بالخضار. انا الخضار عايزاه يدبل شويه وياخد اللسعه بتاعه الشوي دي. هنا كان الفحم خلاص كان جاهز، حطيته ونزلت عليه بمعلقه كبيره من الزيت وغطيته، وعشان الفتحه اللي في الحله دي قفلت بفوطه. نرجع هنا بقى للخضار. كده كان حلو قوي، شايفين عامل ازاي طرى، وفي نفس الوقت محتفظ بقرمشته، واخد اللسعه الخفيفه بتاعه الشوي. هي معادله صعبه شويه، مش هتفهميني غير لما تجربيها بنفسك. رهيب يا جماعه، الخضار طعمه بيبقى زي طعم الفراخ واحلى كمان. انا هنا هبدا ارص الفراخ. هوريكم دلوقتي طراوه الفراخ، وان هي محتفظه بالسوائل اللي جواها ولونها ابيض شمعة من جوه. ابدا بقى ارص الفراخ كده في طبق واحط عليها الخضار المشوي. انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت على الخضار المشوي رشه خفيفه من الملح وهو على الجريل، ورهيبه بجد. شايفين الفراخ مستويه عامله ازاي؟ شايفين بقى المحتفظه بالسوائل اللي فيها وجوسي وعامله ازاي من جوه؟ يا رب يكون بس الصوره واضحه. بجد كلمه رهيبه قليله عليها. انا سويتها في 10 دقايق، يعني انا تبلت وسويتها على طول، والطعم بجد كان رهيب، وطعم الخضار كان حلو قوي. نزلت على على الفراخ كده بالخضار. انا بقى كمان لما بعملها في سندوتشات مع الخضار المشوي والكابوتشي والصوصات او مع طحينه بتبقى طعمها رهيب. انا كنت عايزه اعملها لكم في الفيديو ده، بس انا كده قلت هطول عليكم قوي، فانا هعملها لكم تاني في فيديو لوحده، وهعملها لكم في سندوتشات. شوفوا جمالها عامل ازاي. لو عملتوها في سندوتشات ينفع تاخدوها معاكم في رحلات، ممكن في نادي، في مدرسه للولاد، في اللانش بوكس، في المصايف. بجد رهيبه يا جماعه، طعمها بجد حلو قوي. حطيت عليها رشه بقدونس للجناش. كنت عاملاها مع مكرونه بصلصه. انا عامله معاكم قبل كده 60 طريقه للمكرونه على القناه على اليوتيوب. دي مكرونه بصلصه عاديه خالص. بسلق المكرونه في ميه فيها شويه ملح، مش بحط زيت خالص في ميه السليق، بسلق المكرونه 3/4 سوا، وبعد كده بصفيها تحت ميه من الحنفيه. وبعد كده بعمل الصلصه 3/4 فصوص توم بشويه زيت، بشوح لحد ما التوم يبقى لونه ذهبي. بنزل عليه بعصير طماطم متصفي من القشر والبذر والتوابل، ملح وفلفل اسود وبابريكا، وبغطي وبهدي النار لحد ما الصلصه تتسبك. وبعد كده بنزل بالمكرونه، ولو كانت اتمسكت في بعض شويه بحط عليها شويه ميه من الحنفيه وبقلبها لحد ما تفك تاني من بعض. وبعد كده اصفيها كويس واحطها في الصلصه واقلبها وبألف هنا. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى وصفتنا تكون عجبتكم وتشاركوها مع كل اللي بتحبوه.